طيب بما اننا بنعمل حلقة من هادف كل تقريبا 4 5 شهور، مش عارف اخر واحدة من سنة تقريبا. في ناس مش عارفة ايه هادف ده اصلا. عايز احكي لكم حكاية حصلت معايا من حوالي 9 سنين. الحكاية دي انا مش عارف هي عبرة ولا هي فيها حاجة نتعلمها، بس انا عايز احكيها. ثواني اشغل لكم مزيكا بس عشان ايه نبقى مع المود. اوكي. مش عايز اطول عليكم، بس انا في 2015 قررت ان انا اروح ايطاليا لوحدي، وقلت في الرحله دي ان انا مش هحجز اي حاجه غير تذكره الطيران، لا هحجز مكان اقعد فيه ولا هكلم حد يروح معايا ولا هعمل اي حاجه. وفعلا حجزت الطياره بس وسافرت، وابتديت رحلتي من فلورنس. كنت كل يوم بتنقل من مدينه لمدينه حسب انا معايا فلوس ولا لا، بس يعني ما كنتش بقعد في مدينه اكتر من يومين، لغايه ما في مره ركبت قطر وكنت رايح مدينه معينه، وبعد كده ما لقيتش تذكره للمدينه دي، فرحت قايل له اول تذكره عندك فين؟ راح قايل لي مدينه اسمها تيرني. فتحت على جوجل وبصيت على تيرني دي، لقيت ان في حاجه اسمها مرموري فولز، زي شلالات كده، فعجبتني جدا، فقلت خلاص انا هروح هناك. وبعد ما قعدت في تيرني ورحت المرموري فولز وقضيت اليوم كله هناك من اوله، قررت ان انا هروح لحته كده كنت دايما بشوفها على الديسكتوب اسمها امالفي كوست، صوره الجبال اللي عليها بيوت جوه الجبل دي على البحر، وقررت ان انا هروح امالفي كوست. فرحت رايح فعلا، واقف في محطه الاتوبيس ومستني الاتوبيس يجي، لغايه ما جات لي ست عجوزه وقفت جنبي، ابتسمت لي، تعرفت عليا، قالت لي انت رايح فين؟ فقلت لها ان انا رايح امالفي كوست. قالت لي احنا رايحين ساليرنو، وعرفتني ان ساليرنو دي هي المنطقه او المكان اللي فيه امالفي كوست. قالت لي ان هي رايحه هي وجوزها، وشاورت لي عليه لان هو كان قاعد جنبنا في المحطه، ولو عايز تيجي معانا هنوصلك. وقعدت تحاول تلمح لي ان ما تخافش احنا مش هنعمل لك حاجه. حاولت افهمها طبعا ان انا مصري وان هي لو نزلت المهندسين هتتخطف، بس مش مشكله، قلت توصيله ببلاش وما كانش معايا فلوس، فرحت رايح معاها. المهم الاتوبيس جه وركبت معاهم فعلا، قعدنا نهزر ونتكلم في حاجات كتير وفي ثقافتنا وفي ثقافه الا الحاجات اللي بنروح نعملها اول ما بنسافر اي بلد بره دي. واحنا بنضحك وبنتكلم ومش عارف ايه كده، الاتوبيس اتهز، جوزها بيسند كده، شفت حاجه تحت باطه غريبه. انا كنت فاكرها وساخه في الاول، وبعدين ركزت طلع تاتو، ولما دققت لقيت ان هو حاجه مكتوبه بالعربي. فهو راح موريهوني كده، بصيت لقيت ان هو ت ي ن الف. فقلت له ايه ده التاتو ده بالعربي؟ فبيقول لي ده اسمي بالعربي. فقلت له نايس، انت اسمك تينا؟ فراحت قايله لي لا ده اسمه فيليتشي. لحظه صمت، بعدين لقيتهم هما الاتنين ضحكوا بصوت عالي جدا في الاتوبيس. فابتديت اضحك معاهم، اللي هو أنا مش فاهم في ايه. فهو راح قايل لي انا اتنصب عليا ومش عارف ايه. قلت له ايوه طبعا اتنصب عليك، انت عملت التاتو ده فين؟ قال لي عملته في دبي. قلت له اتنصب عليك طبعا. نزلنا من الاتوبيس، ركبنا تاكسي ربع ساعه كده لغايه ما وصلنا لعربيه فيليتشي. رحنا واخدين العربيه رحله 3 ساعات لغايه مدينه ساليرنو، ما فتحوش بقهم طول الرحله. وصلوني، شكرتهم جدا انهم وصلوني رحله، وفروا عليا فلوس كتير جدا. صورنا مع بعض وبتاع، وخدت ارقامهم عشان نبقى نسال على بعض ومشيت. فضلت الست دي تسال عليا من بعد ما رجعت القاهره، تسال عليا تقريبا بمعدل كل شهر مره. فبقعد اتكلم معاها وازيك واخبارك ايه وحشتيني ومش ناسيها لك ومش عارف ايه، وبنقعد نتكلم في حاجات كتير قوي، لغايه ما في مره رحت سائلها قلت لها اخبار جوزك ايه؟ قالت لي جوزي مين؟ قلت لها فيليتشي. قالت لي فيليتشي مش جوزي. قلت لها امال ايه؟ راحت قايله لي ده احنا كنا متصاحبين وكنا فعلا عايزين نتجوز. قلت لها طب ما اتجوزتوش ليه؟ قالت لي ما هو الفضل يرجع لك، وبتتكلم بجد مش بتتريق. فقلت لها ايه الفضل يرجع لي ليه؟ راحت قايله لي لان انت اللي كشفته قدامي، فيليتشي كان بيخوني مع تينا يا عمر. قلت لها تينا مين؟ قالت لي تينا دي كانت الاكس بتاعته، وهو الخاتم اللي كان جايبه لي عشان يتجوزني بيه طلع كان جايبه لتينا، ولقيت ان الخاتم كمان فعلا مكتوب عليه تينا. فهو بقى طلع عامل ايه؟ جايب خاتم اصلا لتينا، وبعدين تينا كرفت له، فراح رايح للينا دي اللي هي الست الكبيره، وقال هيكمل معاها ويديها الخاتم. مش عارف غبي بقى، فاكر ان هي مش هتبص على الخاتم ولا ايه، وقال لك التاتو هي كده كده جاهله مش فاهمه حاجه، عمر ما حد هيقول لها. سبحان الله، تلف الدنيا ويجي واحد يكسبوا فيه ثواب عشان يوصلوه، يفضح لها ويكشف لها كل حاجه. السؤال هنا بقى، هل دي عبره ان احنا ما نركبش حد غريب معانا في العربيه، ولا ان انت لما بتعمل ثواب ربنا بيرضى؟ يعني انا مش عارف اللي انا عملته ده حلو ولا وحش، فياريت الناس تقول لي، عشان انا مش عارف يبقى ضميري مرتاح، ولا انا دمرت لهم حياتهم وكان زمانهم دلوقتي متجوزين وزي الفل ومفيش حاجه، مش عارفه مين تينا ولا، وهو كان مسح التاتو في اي فياريت الناس تقول لي القصه دي ايه العبره منها، عشان انا مش عارف.